حاجة انت لو ما بتعملهاش في يومك فصدقني انت ضعيف جدا، حتى لو كنت بتتمرن وعامل فيها البيج رامي. صدقني الموضوع مرعب. ابطالي وبطلاتي، هلا والله، في ناس كتير مش عارفين ان عندي قناة هناك على الاحمر بينزل عليها اتنين وخميس القصص كاملة من غير اجزاء، فاتمنى انكم تنوروني هناك. اكتب ملك الليل وباذن الله هطلع لك على طول. المهم الشيء اللي بتكلم عليه هو اذكار الصباح والمساء. عارف انك ممكن تقول ايه الكلام ده وازاي يعني؟ عايز اقولك لو انت في اقوى قوة وحد ادالك عين ممكن في ثانية يجيبك الارض، ولو كنت اقوى الناس وحد عمل لك سحر فبرضه ممكن يجيبك الارض. وعلى فكرة السحر ده ممكن يتعمل بالامراض زي السرطان وغيره. وكمان لو انت بتقولش الاذكار ممكن تكون عرضة للمس من الجن في اي وقت. انما لو قلت اذكار الصباح عند الفجر فبتكون محصن من عند ربنا بملك بيكون معاك زي البودجارد من الفجر لحد المغرب، بيحميك باذن الله من اي حاجة طبعا الا القدر. وبرضه لو قلتها المغرب بينزل لك الملك يحميك لحد الفجر. انا قرأت انه ملك، ممكن يكون شيء تاني والله اعلم. لو عندي غلط ممكن الشيوخ او اي حد من الشباب اللي عنده علم يوضح، ولكن اللي مش مختلف عليه هو الحصن، انك لو قلت هتكون في حصن مخصص ليك وبس كده. اتمنى انكم تنوروني هناك. سلام.